بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقاء جديد في شهرنا الكريم، ومع بعض 3 حلقات الأسبوعية، واحد زرقاء التنموية ومع التنمية الإيمانية لأبنائنا في رمضان. وطبعا برضو في عجالة أنا بقول كل مرة إن في آخر الحلقة في سؤال بتجاوبوني عليه وبتبعتوا الإجابة على الواتس، وبنختار أسبوعيا فايز وبيجي يستلم الجايزة بتاعته من هنا. حلقة النهاردة عن الاحترام. لما نشوف حد كده ونقول يا الإنسان ده محترم، لما نكلم حد نقول يا سلام أنا ما شفتش حد محترم زيك. يعني إيه؟ يعني هي مجموعة من القيم والأخلاق اللي الإنسان بيكتسبها، والتصرفات اللي بيحترم بيها نفسه والإنسان اللي قدامه. طب زي إيه؟ زي الرسول. طبعا إحنا لازم ناخد مثال. زي الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعت رسالة لملك الروم علشان يدعو للإسلام، كتب له قال له إيه؟ من محمد رسول الله إلى عظيم الروم. اداله احترامه، اداله قدره من غير ما ينقص من قدره شيء. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم ما خلقه الله من بشر. وقال له محمد رسول الله. يعني احنا ندي للناس قدرهم من غير مداهنة، من غير نفاق، من غير يعني ما ننقص من نفسنا. ده مثال الرسول عليه الصلاة والسلام. يا ترى في أشكال تانية للاحترام؟ في كتير طبعا، واحنا برضو هنقول ايه كده في عجالة يعني علشان الوقت. أول حاجة احترام الذات، إن أنا أحترم نفسي، إن أنا ما خليش حد يهني، إن أنا أول حاجة إن أنا أحترم نفسي بما حرمه الله، إن أنا ما أجيش جنبه. الحاجة اللي ربنا حرمها ما نجيش جنبها، والحاجة اللي ربنا حللها نعملها، من تصرفات، من أكل، من كل حاجة، من كل حاجة، علشان نبقى إنسان، نكون إنسان زي ما ربنا عايزه. المؤمن القوي، المؤمن القوي اللي ربنا بيطالبنا بيه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يعني إيه؟ يعني طول ما أنت ماشي على القرآن والسنة هتكون إنسان محترم، هتكون إنسان رفيع الشأن، إنسان محترم في مجتمعك، في محيط الناس اللي حواليك. تاني حاجة طبعا إيه؟ احترام الوالدين. طبعا احنا قلنا عن الوالدين في الحلقة بتاعت وصايا لقمان، وفي سورة الإسراء اتقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إن أنت بتحسن للأم والأب، إن إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، عندك الأب والأم سواء هما الاثنين أو حد فيهم كبر وقعد معاك، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. كلمة أف ألف فاء دي ما تقولهاش. باباك أو مامتك ما يجوا يكلموك يا باي ما تسكتوا بقى هنعمل إيه وبيزعقوا. دي بنشوفها كتير اليومين دول للأسف. وربنا نهى قال ولا تنهرهما، يعني ما زعقش فيهم، كلمهمش بطريقة وحشة، وقل لهما قولا كريما. يعني شوية معلش يا بابا أنا آسف أنا مش هعمل تاني. حتى لو أنت غلطان لازم تبقى لين معهم. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. مش عايزة شرح، ان انت ترحمهم، ان انت تفضل جنبهم، ان انت تكون سند ليهم، تكون ولد صالح له حتى بعد وفاتهم، كن ولد صالح وادعو له. عندنا احترام المرأة.
زمان قبل الرسالة، قبل رسالة الإسلام، الرسالة المحمدية ما تنزل، كان في بعض القبائل كانوا بيوقدوا البنات. يعني إيه؟ يعني كانت البنت أول ما تتولد بيدفنوها وهي حية، ما بيحبوش البنات. للأسف هو دلوقتي طبعا ما فيش وقت، بس في بعض الأسر بتميز البنت عن الولد. أنا أسفة، بتميز الولد عن البنت، إن هي بتخلي الولد هو في مكانة أعلى من البنت. لا، إحنا ربنا خلقنا ذكر وأنثى عشان نتعلم، كل واحد ليه وظيفته بيعملها عشان لما يكبر يكون إنسان على خلق، زي ما قلنا المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. وإن إحنا نكون مجتمع إسلامي، المرأة ليها وظيفتها والرجل ليه وظيفته، لكن في العبادات كلنا متساويين، بنصلي نفس الصلاة، بنصوم نفس الشهر. فلازم أنت يا ولد تكون يعني حنين على أختك، ولما تكبر تكون سندها وتحافظ عليها. في عندنا احترام العلماء. مين العلماء؟ أي حد صاحب علم، سواء علم ديني زي مثلا ما بنقول علم التفسير، علم التجويد، الناس اللي بيحفظونا، العلم الدنيوي اللي هو المدرس، ماس، رياضيات، دراسات اجتماعية، لغة عربية، انجليزي، فرنساوي، ألماني، أي اللغات دي بنحترمهم لأنهم أصحاب علم، إن هم بيدرسوا لنا، بيكونوا معانا أول بأول علشان إحنا ناخد الحصيلة دي ونبقى مثقفين. اللهم صل على النبي. الرسول كمان يعني دول الكبار بنحترم سنهم. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. الكبير اللي هو العلماء، ما نقعدش مثلا نطحهم أول بأول. عندنا قصة جميلة جدا عن سبطة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هم الحسن والحسين، واسمهم سيدة شباب أهل الجنة. كانوا ماشيين كده، لقوا، طبعا أنا هقولها لكم عادي كده، لقوا راجل كبير في السن بيتوضى غلط. طب هيروحوا يقولوا له ازاي؟ احنا برضو بنقول طيب ما هو الكبير ده بيغلط، نشوف تصرف الحسن والحسين رضي الله عنهم. عايزين ينبهوه انت غلطان، طبعا محدش معصوم من الخطأ. قاموا راحوا ايه، قالوا له احنا بنتخانق على اساس ان كل حد فينا بيتوضى غلط. قال لهم طب وروني بتتوضوا ازاي علشان اقول لكم. اتوضوا هما الاثنين، فقام قال لهم لا انتوا الاثنين صح وانا اللي بتوضى غلط. لفتوا نظروا للحاجة اللي هي الغلط وهو عملها. في كلمة بقى للكبار أنا بقولها لهم، إحنا بنقول للصغير احترم الكبير. الكبير يعمل إيه؟ لازم الكبير يحترم الصغير، زي ما إحنا بنقول للصغير قول للكبير من فضلك، الكبير يقول له من فضلك، علشان تكبر القيمة الحلوة دي جواهم، وعلشان كمان يبادلك الاحترام، ما يعني ايه، ما يبقاش متضايق. طب ما انا بكلمه باحترام، هو بيكلمني كده ليه؟ ماشي. غير كده كمان هنقول احترام غير المسلمين. احنا المجتمع بتاعنا بيعيش فيه ناس مش مسلمين، فلازم نحترمهم من غير ما نقل من ديننا ونقل من حياتنا. يعني أما الدين زي ما ربنا قال لكم دينكم ولي دين. عايز يدخل في الإسلام يدخل، مش عايز هو حر. برضو ربنا قال لا إكراه في الدين.
ولكن نتعامل بمعاملة إنسانية، سواء من الاتنين إنسانية. يعني نزوره إذا مرض، نبارك له إذا ابنه نجح أو ابنه تزوج. ممكن نعزمه، مثلا بنعمل عقيقة ولا بنطلع أكل الله، ممكن نبعت له، لكن نبعد عن الدين. وفي نفس الوقت ما نجيش على ديننا على أساس إن هم إن إحنا نقول لا دول بقى مش مسلمين، نيجي على ديننا شوية كده. لا، نحافظ على ديننا، نحافظ على إيماننا، ونحافظ على إسلامنا، وفي نفس الوقت نعاملهم بالأحسن. بمعنى إن إحنا ما نجيش نسب الإله اللي بيعبدوه. أنا ما أعرفش، يمكن أنا بتكلم بصفة عامة. ليه؟ لأن ربنا قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني انت يوم ما هتسب الدين بتاعهم هم هيشتموا دينك، فانت تجنب، انت اللي بتاخد الخطيئة مش هم. وكل واحد بقى جزاؤه عند ربنا، جزاؤه عند ربنا. دي تقريبا انا دايما بقول انا في عجاله، ويمكن المره دي كان الحديث اطول شويه. هننهي بالسؤال. في قصه مشهوره عن الرسول عليه الصلاه والسلام قال فيها رايه واحترمته قبيله قريش، لان الرسول عليه الصلاه والسلام كان الصادق الامين في وسطهم، وكان راجح العقل، وخدوا هم برايه، احترموا رايه، وكان من سببها نقل الحجر الأسود. ممكن تقول لي إيه هي القصة؟ طبعا السؤال هيتكتب على الشاشة. القصة اللي احترم فيها قريش رأي الرسول عليه الصلاة والسلام، وقبل البعثة دي على فكرة، وأخدوا برأيه. أشكركم، شكرا جدا، طولت عليكم وبس، معلش الموضوع مهم، ونتقابل في حلقات تانية إن شاء الله.